السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الأهلاوية في كل بيت، أعزائي الأهلاوية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة هنتكلم فيها عن الدوري المصري اللي خلاص كلها ساعات قليلة جدا 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 وينطلق الدوري المصري الممتاز 2025 2026. خلاص يا جماعة، انتظرنا كتير، صبرنا كتير، الدوري راجع، هنرجع نتفرج على الدوري المصري، هنرجع نتفرج على الكورة بشكل عام بقى، دوري مصري، دوري انجليزي، الدنيا هترجع والحياة الكروية هترجع معاها. دوري نايل 2025 2026 هيبدأ النهاردة خلاص زي ما قلت لكم، ساعات قليلة جدا وهتنطلق صافرة أول مباراة ما بين وادي دجلة ونادي بيراميدز في تمام الساعة 5 مساء. وأنا من وجهة نظري التي ليس لها قيمة على الإطلاق إن المباراة دي هتكون الكفة أرجح شوية لنادي بيراميدز، هيبقى وان سايد جيم لنادي بيراميدز، لأن نادي بيراميدز فرقة تقيلة، عشان نبقى صراحة ومقتنعين بالكلام اللي بنقوله وعشان نبقى بنتكلم بشكل واقعي، بيراميدز فرقة تقيلة وتقيلة قوي كمان. فالمباراة دي هتكون بنسبة كبيرة وان سايد جيم، إلا إذا بقى إيه وادي دجلة عملت مفاجأة أخرى غيرت بيها كل المقاييس دي كلها. في تمام الساعة 8 مساء في مباراتين. المباراة الأولى هي نادي المصري البورسعيدي ونادي الاتحاد السكندري، والمباراة دي بقى مباراة متكافئة شوية. يعني إيه مباراة متكافئة؟ يعني أنا شايف إن الفرقتين مستواهم متقارب من بعض. يعني المباراة دي مش هيبقى فيها فرقة متفوقة عن التانية، لا ده هيبقى فيه لعب في نص الملعب كتير، هيبقى فيه استحواذ في نص الملعب من كلا الفرقتين، ومش بعيد المباراة دي في النهاية تخلص تعادل. المباراة الأقوى اليوم، المباراة الأقوى في الدوري المصري اليوم، في أول 3 مباريات في الدوري المصري، وهي مباراة نادي الزمالك ونادي سيراميكا. فرقتين تقال، نادي الزمالك نادي كبير، سيراميكا فرقة كبيرة، والاتنين مدعمين بشكل كبير، والاتنين متقلين بالبلدي كده وعندهم سكواد حلو. الزمالك عنده سكواد حلو وسيراميكا عندها سكواد حلو، فالاتنين هيبقى ماتش شديد، ماتش قوي، ماتش متعة كروية من الآخر. إلا إذا بقى فيريرا عمل إيه؟ لعب الصفقات الجديدة كلها مرة واحدة، أو نزل أكبر كم منهم في مباراة النهاردة. ساعتها هيبقى هو كده بيقلب الطاولة عليه زي ما بيقولوا. يعني مش هيبقى فيه تجانس، مش هيبقى فيه تفاهم، اللعيبه لسه ما فهمتش بعض، اللعيبه لسه ما قريتش بعض، اللعيبه لسه ما انسجمتش مع بعض. فساعتها في الحاله ديت الكفه هتبقى ارجح لنادي سيراميكا، وانا اشوف ان لو ده حصل سيراميكا ممكن يفوز بالمباراه. فالنادي سيراميكا يعني اصلا سيراميكا فرقه تقيله من غير اي كلام. فانت من المفروض بكره تبدا تدريجيا، تبدا بقدر الامكان تحاول تلعب بتشكيل اساسي، او بقدر الامكان تحاول تلعب بلعيبه كانت موجوده في الفريق اوريدي الموسم اللي فات، وما تنزلش صفقات جديده كتير. يعني الصفقات الجديده اللي انت جبتها ال 10 ولا ال 11 لعيب اللي انت جبتهم هم 9 أو 10 ان لم تخن الذاكره يعني، فما ينفعش تلعب ب5 منهم، ما ينفعش تلعب ب4 منهم، هم 1 ولا 2 مع بقيه التشكيل، يعني الدنيا تمشي خد وهات كده. انما هتنزلي ب5 6 لعيبه جداد هيبقى مفيش تفاهم، مفيش انسجام، فبالتالي الكفه ترجح اكتر لسيراميكا، وممكن سيراميكا يفوز بالمباراه. يعني زي ما قلنا توقعاتي للمباريات دي، فوز نادي بيراميدز فوز مرتاح، الا اذا حصل مفاجاه كبيره من نادي وادي دجله. وبالنسبه للمصري البورسعيدي ونادي الاتحاد السكندري ممكن تبقى الفرقتين اصلا على مستوى واحد، فهيبقى في نديه كبيره في المباراه ديت، والله اعلم مين فيهم اللي هيكسب، دي صعب توقعها. اما نادي الزمالك ونادي سيراميكا، انا من وجهه نظري التي ليس لها قيمه برضو، وهفضل اقول التي ليس لها قيمه لان هي وجهه نظري انا شخصيا. انا ما بمثلش غير نفسي، يعني مش بمثل جمهور نادي الزمالك او بمثل جمهور نادي الاهلي، لا انا بمثل يعني بمثل نفسي بس فقط لا غير. فانا توقعاتي غلطات فيريرا هي اللي هتخلي الزمالك يخسر من نادي سيراميكا كليوباترا، لان نادي سيراميكا كليوباترا فرقه تقيله. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ونتقابل تاني بعد المباريات اليوم. ممكن نتكلم بقى في المباريات بعد كل مباراه كده، ممكن نتكلم عن المباريات، نشوف ايه الاخطاء، ايه الايجابيات، ايه السلبيات، والدنيا تبقى زي الفل معانا ان شاء الله. ويا رب يا رب يكون موسم حلو، يكون دوري
ممتع كرويا، في منافسه، في نديه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون دوري حلو. وزي ما قلت لك ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، وتفعل زر الجرس. والسلام عليكم.